ابنك مش عارف يكمل في حاجة، كل شوية يبدأ حاجة ويسيبها، مش كسول، ده مرهق. وإحنا من غير ما نحس السبب بقينا مستنيين من طفل عنده 8 أو 10 سنين يكون عارف هو عايز إيه، متفوق، ثابت، ناجح، وإحنا نفسنا كبار ومش دايما عارفين إحنا عايزين إيه. ليه الطفل مرهق ذهنياً؟ علشان يومه مليان مدرسة، دروس، نشاط، موبايل، شاشات، أوامر، مقارنة، دماغه عمره ما فاضي. العلامات اللي بنفهمها غلط: تشتت، ملل، تسويف، عناد، تغيير مستمر في الرغبات، وإحنا نسميه كسل وهو استغاثة. الغلطة الكبيرة: إحنا بنحاول نعمله النسخة مثالية، مش بني آدم. الحلول العملية: 1. سيبيله وقت ملوش هدف. 2. قللي الأنشطة مش زودي. 3. اسأليه: أنت حاسس بإيه؟ 4. بطلي مقارنة. 5. امدحي المحاولة مش النتيجة. ابنك مش محتاج ضغط أكتر، محتاج هدوء أكتر، ومش محتاج يعرف هو عايز إيه دلوقتي، محتاج يحس إنه مقبول زي ما هو.